على قيم المواطنة وإنقاذ مئات الأطفال والقاصرين من بلاطين المخدرات والهدر المدرسي، وذلك بالاستفادة من أنشطة رياضية متنوعة ومن أوقات الفراغ بهوايات تتم ممارستها داخل فضاءات تتوفر على مواصفات جيدة. نظرا لأهمية هذه النقطة فقد أدرجناها في جدول الأعمال لمعرفة مآل ملاعب القرب في جماعة طرفاية التي تقرر إنشاؤها ولم ترى النور إلى حد الساعة بالرغم من ضرورتها واحتياجات الجماعة إليها، علما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد أعطى العناية التامة للشباب وللمرافق التي من شأنها التربية على المواطنة. وأفتح النقاش في هذه النقطة. وقبل فتح النقاش أود أن أضع الإطار العام لهذه النقطة، وهو اتفاقية شراكة ما بين الوزارة والمجلس الإقليمي المجلس الإقليمي للطرفاية والجماعات الترابية التابعة لها. وهذا الشيء كان سابقا عند وزارة الشباب، اليوم تحول عند وزارة التربية الوطنية والرياضة. ونشكر بالمناسبة السيد المدير الإقليمية ونتمنى لك التوفيق في مهامك في مسؤولياتك. السؤال الذي يطرحه المجلس ويطرحه المواطن الطرفاوي هو على أنه استبشرنا خير في إطار هذه الاتفاقية بإنجاز وإحداث 7 ملاعب بالقرب مدينة الطرفاية، وتم توفير لهم الوعاء العقاري، إلا أننا اليوم ربما في السنة الرابعة ولم ترى طرفاية ملاعب قرب ولا ملاعب بعد، وبغينا نعرفوا مآلهم منين. وإحنا كمجلس وكأعضاء نتساءل بعضنا البعض، وحقيقة لا يشرفنا على أننا نشوف أولادنا يلعبوا في الشارع، وهذه ظاهرة في الطرفاية. وآن الأوان على أننا نصرعوا بجميع الطرق كما بغات تعود. نحن مستعدين على أننا كمجلس، وهو المجلس السيد نفسه، على أنه يشتغل معكم من أجل أنهم يلقاو النور في أقرب الأجل. نقاش مفتوح السادة الأعضاء. هو ملفات هذا ديال ملاعب القرب، وأنا عندي نوع من القرب من هذا الملف، لأنه الجماعات كاملة ديال الطرفين، لا الدور ولا خف النير ولا عندي عنها طاح إلا الطرفين. والمشكل أنا كنسمعوا في كلمتك التقديمي الرئيس عن 7 ديال الملاعب ديال القرب. هاد 7 الملاعب أنا كولد الطرفاية كطرفاوي كنتسائل فين وغا الموقع ديالهم. وانت الرئيس قلت كلمة، قلت على أنه تم تحديد الوعاء العقاري. هذا الوعاء العقاري اللي عاد معنا القسم التقني يقول لنا فيه، لأنه خاصنا من هون نوضحوا كل شيء. نتكلموا على اليعنينا احنا كمجلس كسلطه ديال اللي يتحدد هذا الوعاء العقاري. لانني واحد المرحله ماضيه قد تواصل معايا شي حد وقال لي بغيت القسم التقني ديال البلديه يقول لنا منين كاينين الملاعب. كاين واحد اللبس في هذه النقطه. انا التساؤلات اللي عندي واضحه. السؤال نحن كمجلس، واش فعلا المواقع ديال هذه الملاعب معروفه؟ والمسألة الثانية فيما يخص القطاع الوصي اللي عاد عليه هذه السيدة اللي نشكروها اللي نعرفوا عنها دايره يدها وقرعايه في هذا الشيء كامل وباغيه تحل الملفات، فين واصلين احنا مع الوزارة؟ وعلاش هذه الجماعة هذه ديال الطرفاية ما عندهاش ملاعب القرب؟ علاش كيمشوا الدراري يلعبوا في الدصيصة؟ علاش كاين اكتضاد في السوسيو رياضي اللي لولا مبادرة السيد العام المشكور اللي جا فاتح وقال خاصنا نفكوا هذه الأزمة هذه؟ علاش الضغط عندنا على التيران؟ حنا عندنا 7 ديال ملاعب القرب لما يزيد عن 5 سنوات السيد الرئيس. بالتالي السؤال اذا كان الوعاء العقاري كاين نعرفوا منين؟ انا ما بان لي شحال بعد في الطرفايه هون اللي يقول لي راه عارفين اللي يعود التيران، ما نعرف. قد سمعنا مره فايته عن المدرسه الابتدائيه يحيى القدالي تنقلع من فماتي وتمشي لشي مدرسه جديده وين داروا ملاعب القرب. فهم قد سمعنا ديك الساحه اللي حدا اتصالات المغرب وفعلا احسن شيء قد يعود فهم هو ملعب ديال القرب. قد سمعنا حتى ساعه افريقيا سيد الرئيس اللي شرفتوا انتم شخصيا على الاصلاحات ديالها مشكورين كمتنفس للساكنه وكذا، قال انا اللي تنقلعت ملعب القرب. انا شخصيا عندي لبس فين كاين هاد 7 ديال المواقع باش يعودوا هذو الملاعب. وبالنسبه للوزاره الله يطول عمركم حنا في امس الحاجه لهذا، عندنا اكتظاظ انتم مشرفين على الميدان لا في السوسيو الرياضي لا في الدصيصه لا في التيران البلدي. وشكرا. اولا وقبل كل شيء نبغي نشكرك السيد الرئيس على سابقه لاوانها على انه يعطينا تقرير بين الدورتين. كانت من بين المسائل اللي كنا كنطالبوا بها احنا كاعضاء خلال الدورات الماضيه، وتطبيق الماده 106 من القانون التنظيمي المنظم الجماعات الترابيه راه واضح على انه لا بد من تقديم تقرير بين الدورتين من اجل من اجل طمأنة الساده الاعضاء وكذلك المواطنين على عمل المجلس، على انه كاين مجلس راه كيشتغل وراه يبادر. ولكن هذه الامور الى ما جينا اعلاميا على اننا نسوقوها وعلى اننا نعطوها للمواطنين في تقرير والله اورالمون
فيربالمون، يعني هنا يعني اللي يقول المواطن على انه المجلس راه ما كان كيعدل والو بين الدورتين. هذا الاستحسان الاول. بخصوص النقطه الثانيه في جدول الاعمال الا وهي الدراسه والتداول في اكيد وضعيه مآل ملاعب القرب بالطرفايه. احنا كنستحسنوا هذه المبادره الطيبه من المجلس اللي درجت هذه النقطه اللي هي جد مهمه، وكيف شار الاخ السادات على انه آن الاوان على اننا نطرح النقاط على الحروف ونعرفوا شنو هي الاسباب اللي خلات هذه ملاعب قرب. احنا في نصف الولايه ديال المجلس ديالنا وما شفنا ولو ملعب واحد. يعني لو كنا نقولوا على اننا كنبرمجوا لا كل سنه ملعب واحد رانا نقدروا نخطوا 6 سنوات ونلحقوا 91% الحمد لله من الرياليزاسيون ديال داك لوبجيكتيف ديالنا، ونقولوا للمواطنين رانا اوليو باش نديروا 7 الملاعب رانا درنا 6 ديال الملاعب. الور هنا كيف تعرفوا على انه ملاعب القرب هي لها فضل كبير اكيد في تكوين الشباب وصقل المواهب ديالهم في اكيد في كره القدم وتوفير فضاء ممارسه هذه الرياضه بشكل سليم. هذا من واجبنا احنا كمجلس، لانه لا يعقل على انني انا منتخب في الدائره 12 وكنشوف على انه المواطنين ديالي يعني حدا المديريه الاقليميه كيلعبوا مزيان في التراب وفي النبغه وفي ظروف اللي هي جد سيئه وقاسيه، شيء يعني يندى له الجبين. وإحنا كممثلين للساكنة يعني رانا كنحسوا المواطنين على أنه هذه المسألة راهي لا فقط مسألة وقت، يا غير حنا نستبشروا خير أكيد بالسيدة المديرة الإقليمية اللي كنعرفوا فيها روح العمل والتفاني، وعلى أنها لا يتبلغ الإدارة الوصية على هذا الخصاص المفرط في جماعة الطرفاية بالخصوص، لأنه ما عندنا ولو ملعب قرب واحد. وكيف شار الأخ السادات على أنه لولا هذاك المركب السوسيو الثقافي والمجهودات الجبارة ديال السيد العامل شخصيا راه لا تم موقف إلى دركة إياها وما نعطاك الانطلاقة فيه. الور حنا هنا تياها نستبشروا خير من السيدة المديرة على أننا نوضحوا للمواطنين على أنه أوليو باش نبرمجوا ملعب قرب في كل سنة نحاولوا كل سنة نبرمجوا ولو ملعبي قرب في كل سنة باش نستدركوا ما فات من العمل. وشكرا سيد الرئيس. المديرة الإقليمية تعطينا ما هي العراقيل في التقديم ديالها، العراقيل اللي لقات وزارة التربية الوطنية انطلاقا من يعني فين شدت هي البروجي، انطلاقا نقول اهم المشاكل اللي شدت من وزارة الشباب والرياضي. واش الاشكال؟ لان كنسمعوا ان المشكل كان يعني في اطار المقاولين اللي كيشدوا الصفقات كيبداو لقات يعني هذا الشيء على مستوى الاقليمي ماشي على الجماعه الطرفايه، لان بحال ما قال السادات في الطرفايه ما فات ندار حتى صفقه، ما فات ندار بالنسبه للطرفايه ما فات معدل والو. المندوبه بغينا تعطينا هذه النقطه بالضبط، شنو هي اهم المشاكل اللي يعني اللي جاتها عن طريق وزاره الشباب والرياضه. وشكرا. اقول على اننا سعيده جدا بالتواجد معكم في هذا اليوم هذا، من أجل أنني نعطي ونبسط قدامكم يعني وضعية الرياضة عموما ونخصصها بملاعب القرب بجماعة الطرفاية. إذن أكيد على أن الديباجة التي قدمتم قد يعني أعطت باستفاضة تامة الأهمية التي يعرفها قطاع الرياضة عموما ودوره في يعني في إذكاء وإنماء يعني شخصية المتعلمين. أنا أتحدث عن الطفل بصفته متعلم على اعتبار قطاع التربية الوطنية قطاع يعنى بالتربية والتكوين أساسا. إذن لا يوجد هناك شك على أن قطاع الرياضة له الأهمية الكبرى في يعني موازاة واستكمال تنمية الطفل المتعلم. بالنسبة لما يتعلق بالرياضة على في قطاع في جماعة الطرفاية خصوصا، إذا السياق كان هو اتفاقية الشراكة المبرمة والتي تضم إنشاء 13 ملعب قرب موزعة بين الجماعات. كان نصيب طرفاية 7 ملاعب قرب. بالنسبة لهذه 7 ملاعب هذا موزعة على أساس هي صفقة واحدة فيها 4 ملاعب في كلو نيميرو 1 وعندنا 3 ملاعب لو رقم الثاني. ما كان سابقا واللي خلاه ربما تاخر هو ان الاثمنه اللي كانت سابق ماشي هي الاثمنه اللي كاينه حاليا، بمعنى كاينه هذيك لا ريفيزيون دي بري خلات على انها خص الوزاره تدخل من اجل رفع الاعتمادات. والحمد لله احنا الان تجاوزنا بالنسبه للملاعب القرب غنقدر نقول على اننا 90% بالنسبه للاربع ملاعب الاولى، والنتيجه هي اننا راه الصفقه تم انهائها كامله وتم توجيه طلب الحصول على الترخيص. اذا احنا في هذا ليطاب المقاول واجد
خصنا فقط نشدوا الترخيص من البلديه وراه درنا وصيفطنا الاجراءات وعطينا كل شيء، وكان عندنا تواصل ربما مرات سابقه على اساس اجراءات الاداريه من اجل الحصول على الترخيص، ومباشره نعطيو ان شاء الله تعالى لوردر السيرفيس. اذا الا قبضنا الترخيص اليوم مازال غدا ان شاء الله مقابل واجد، هو اللي دابا تابعنا كي قلنا راه بغينا عطوني صافي خلوني ننطلق. دونك بالنسبه للمساله الثالثه يعني ثلاثه الملاعب الاخرى شنو كان عندنا فيها، هو ان هذا اشكال حقيقي في طرفاي، وانا غنبسطو قدامكم باش نشوفوا له تفكير يعني جماعي. ملي غنجي غنتكلم على اخ فنير مثلا فيها ثلاثه، المقاول جا خدم بدا شد الديكونت الاول، كيجي كيقول لك انا ما تيش بغيت نكمل، ما عرفت نقيسوا عليها ولو في سياق ثاني. ملي غنقول مثلا المشكل الواقع عندنا ديال القاعه المغطاه في قطاع الرياضه، دائما حنا كنعرفوا انها هي عصب المدينه، قاعه المغطاه راه مدينه فيها قاعه مغطاه واحده، لا يعقل باي منطق ما تكون خدامه. وراكم شفتوا وضعيتها وشفتوا بحالات وشفتوا المجهود اللي دات منا في نهايه الموسم، وراكم عرفتوا راه المده جد يسيره مقارنه مع المخلفات اللي عندنا ومع التراكمات في هاد 8 اشهر. منين جينا عطيناها الاهميه الاولى ومشينا وشبنا الكريدي، ديري قالنا الكريدي بصوره خياليه من الوزاره، مشينا دافعنا على الملف وجبنا وعطينا ودخل المقاول وكملت الصفقه في شهر 12. يعني حتى الحدود اخر يوم من السنه الماليه تمت مصادقه وتم اتمام جميع العمليات. عطينا لوردر سيرفيس للمقاول، فاذا به بعد الاحداث كذا ينسحب، يقول لك انا ما غاديش نكمل. علاش؟ لانني انا غير مؤمن، سمع بانها تحرقت وكذا ولا خاف، قال لك انا بحالاش غادي ندخل نخدم وغدا غيحرقوا لي. دونك هذا اشكال اللي جا ما كنشجعوهش، حنا ما كنعطوش ربما الضمانات، ما عرفتش اللي كيجي معنا حتى كتكمل معاه المساطر الاداريه كامله اللي انت مسؤول عليها، كتكمل لي زيطاب اون فوا كتحط لك واحد لوبستاكل كتحاول تجاوزو معاه، كتعطيه لوردر سيرفيس كتقول له توكل على مولانا اجي تخدم، كيقول لك انا صافي ما تليش خدام. دونك هنا عاوتاني انا فتحت غير شق ثاني، ما غاديش نقولوا اننا حبسنا هنا، نو، حنا دابا راه بدينا البروسيدور عاوتاني غنلونسوها من جديد على اساس ان شاء الله تعالى غادي في غضون 4 اشهر الجايه تكون خدمت، ولكن هذا اكراه حقيقي عندنا في طرفان. ما عرفتش علاش ما قديت انا حقيقه، لاني انا مسؤول على الشق الاول، نكمل الامور الاداريه، نكمل التفاصيل، نجيب الدعم اذا كان، نتواصل مع الوزاره ندافع بقوه على الملفات ونجيب الدعم ونلونسي لي مارشي ونشوف نوفر لها احسن الظروف. ولكن كيبقى لك ملي كتوصل ليطاب الثانيه ديال صافي كيجيك ليكزيكسيون، كتبقى كتحس بانه واش وضعيه. حنا كنعرفوا على انها المقاولين ربما ما مستقرينش كامل، ربما كيلقاو بعض المشاكل في التنفيذ، ولكن هذا غادي تعاونونا فيه كامل حيث باش ان شاء الله تعالى نقدوا على اننا تافونسي، والاكيد على انها غادي ان شاء الله تمشي. 4 ملاعب ها هو السيد الرئيس راه عارف، مجرد اننا غنشدوا الترخيص راه من غدا غادي تشوفوا على انها ان شاء الله تمشي سير تيران. بالنسبه للثلاثه اللي بقات، 3 غير لا ريفيزيون دابا عطينا درنا عاوتاني ليتيود، عطينا ليستيماسيون ديال شحال لوغمونطاسيون دو بري اللي غيكون، هذيك لوغمونطاسيون الوزاره غادي ديليغيها وحنا ما عندناش اشكال، لاننا ممكن لونسي المارشي ويبداو بار لا سويت، راه الا خاصه شي حاجه كتكمل ومباشره تبقى غير الاجراءات الاداريه. ونتمناو على انه من هنا ان شاء الله تعالى حتى لشهر 6 نكونوا شفنا على ان 7 ملاعب قرب كلها غتبنى بطرفايه، غيبقاو لنا كذلك باش نتكلم على الاتفاقيه ككل، فيها كيف قلنا 7 كتعني طرفايه، وفيها 3 الدوره الطاح الحقونيه، وفيها كذلك 3 ثانيه اللي كاينه في اخ فنير. دونك ان شاء الله تعالى في غضون هذه السنه ومستبشرين خير. ما غاديش نقولوا واحد في كل عام، لان كنتكلموا بلولو كامل خاصو يتيكزيكوتا. دونك 3 غتيكزيكوتا 3، 4 غتيكزيكوتا 4، 3 بالتالي ان شاء الله مستبشرين على ان في غضون هذه السنه هذه غتكون عندنا ملاعب قرب كاملها مستوفيه، وتكون الاتفاقيه اللي طرحت لنا قد تم تنفيذها بشكل كلي. شكرا جزيلا لكم. طلب من الله يوفقك على انه تحل جميع المشاكل، ولكن نحن دائما خاصك تعرفوا على انه عندنا الحاح في هذا المجال، ومطالب ديال الساكنه وديال فئه عريضه من الشباب والفئات كيف انت حرصك على المتعلم، احنا حرصنا على المتعلم وغير المتعلم وعلى الساكنه كامله. ونأكد لك على انه نحن نمد يد المساعده بما اوتينا، لا بتعليمات من السيد الرئيس ولا المجلس الموقر، احنا موجودين على انه ننخرطوا فيه، ولو انه نساهموا ايضا المساهمات ديالنا كمجلس. الا ما كاينش شي ملاحظه الاخوان، كيف شفتوا السيده المديره فعلا على انه توصلنا بطلبات ديال الترخيص في هذا الاسبوع ان شاء الله، وحنا اللي نعملوا على الاجراءات ديال المسطريه ديالها. العمل داخل الميدان هو واجب
على انه يمرقوا لنا الحيز الوجود، وحنا مستبشرين معك خير، لانه مطالعين على التعقيدات اللي كانت، لكن خاص المجلس يطالع والساكنه تطالع، وفي نهايه المطاف الوصول الى النتيجه. النتيجه هو الملاعب بغينا نشوف فيهم اولادنا يلعبوا. راعوا ايضا حتى الصيانه ديالهم مستقبلا، وراك تعرف اذا مانتونونس في المدينه اللي مرتفعه الرطوبه ديالها، ولنا اليقين على انكم مشتغلين وباغيين تشتغلوا على راس هذه الوزاره اللي داخل هذا الاقليم. انا الرئيس هو واللي فهمت من كلامك انت على انه ما فيها مشكل، على ان لي لو كاين، يعني المواقع كاين 7 ديال المواقع، هذه مزيانه. المساله الثانيه اللي حتيها علينا احنا، وهذه نوجه فيها ملتمس للسيد ياك بعد مزيانه هذه صافي طول عمرك. نقطه الترخيص السيد الرئيس، لا داعي اليوم واحد من التاخير. قالت السيده المديره في كلمتها الى نعطانا الترخيص اليوم غدا تشوفوا المارشي خدام، او على الاقل السيد هضر 4 شوف حنقول لك هضر 4 ديال الملاعب الرئيس، مادام ملفهم متكامل لا عاد في شي نقطه ولا خلاف قولوا لنا. بشرى 7 ملاعب قرب يعني في الولايه هذه بحد ذاتها، هذا واحد الانجاز اللي هو انجاز احنا اللي نعتبره على انه انجاز كبير. يعني تقريبا اكثر من نصف ملاعب مبرمج في جماعه الطرفايه، هذا راه بحد ذاته هذا راه شيء كبير وشي احنا زين عندنا وشي رانا نثمنوه. وهذه الحمد لله بشرى مباركه، انت مباركه وعقيده على الطرفايه ملي جبتي لنا الحمد لله 7 الملاعب، والله لا هي الحمد لله لا تنعطى الانطلاقه ديالهم. كيبقى واحد اللبس باش نقلعوه للمواطنين، وحبذا لو اننا نعرفوا مده الانجاز يعني ديال ملاعب القرب. الا قلنا على ان السيده المديره غتقبض الترخيص ديالها ابتداء من اليوم والله من غدا، يعني مده الانجاز ديال كل ملعب شحال، باش هونتيه باش نعودوا نطمئنوا الساكنه ونقولوا لكم يا الناس وجدوا تركتكم من هون للصيف، والله عاقب الصيف الخريف والله كلاش راهم الملاعب راهم لا يعودوا واجدين. هذه بعد بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه الا وهي احنا واخا نستابقوها غير زين عندنا نشيروا لها، الا هي مساله الصيانه، يعني مشكل ديال التدبير ديال الملاعب. وكيف كنعرفوا كاملين على انه عانى منه المركز السوسيو تربوي اللي ندار. يعني حبذا لو اننا حتى احنا هذه المشاكل ديال الصيانه وقعت حتى في القاع المغطاه، لان جات مع الوزاره يلا مشات وزاره الشباب وسلمت هذا الشيء للتربيه الوطنيه. التربيه الوطنيه والتعليم حتى هي خاصها واحد الوقت، والناس كامله والطرفايه راهي عارفه اش كان واقع في القاع المغطاه. يعني احنا حبذا لو انه حتى مساله التسليم ومساله الصيانه نعودوا نطمئنوا عليها الساكنه والمواطنين، وحنا كجماعه نعودوا ماشيين من طريق مطمئنين على انه راه الملعب لا يوجد وراه عنده السيكوريتي ديالو وعنده الصيانه ديالو وعنده مسائل كامله باش نعودوا حنا مطمئنين من هذا الجانب. يعني مشكل ملاعب القرب يعود نفك نهائيا. هذو 2 نقاط اللي بغينا زين عندي فيهم شوي من التوضيح باش نعودوا ان شاء الله باذن الله تعالى. وشكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المدير. بالنسبه للنقطه اللي اثارها الاستاذ المحترم فيما يتعلق بالصيانه، الصيانه عموما الا مشينا نقيسوا على الوضعيه الحاليه اللي مثلا المتبعه من طرف سواء اللي ماشي بها الحال على الصعيد الوطني بالخصوص، هو ان وربما راحنا بدينا يعني تنزيلها على مستوى تسيير القاع المغطاه. القاع المغطاه تعرفون على ان الطريق اولا كاينه جمعيه معينه تم يعني تم تاسيسها، غنقولوا تاسيس جمعيه فيها جميع المتدخلين القائمين واللي عندهم يعني الخاصين بالتدبير، يعني فيهم وزاره التربيه الوطنيه، فيهم تمثيليه من الجمعيات، فيهم البلديه، فيها كذا. والان الجمعيه هي قائمه برئيسها وكذا، هي التي ستتولى التدبير والتسيير من جهه معينه، اضافه الى ان مدير القاعه المغطاه تعرفون على ان قطاع الرياضه الان ولا قطاع مع ولا تابع مباشره للتربيه الوطنيه، بمعنى انها على المستوى الوطني وكذا كيكونوا عندنا ناس اللي نورمالمون هما تابعين للوزاره وهما معينين في الرياضه، هما اللي كيتولاو الاداره. اذا غيولي عندها مدير ديال القاعه طبعا تابع لقطاع التربيه الوطنيه، وعندها جمعيه مسيره اللي هي سميتها الجمعيه كذا لتسيير القاعه المغطاه، فيها جميع يعني الاطياف اللي كاينه داخل اللي متدخله في التسيير، وهي غدير لها البرنامج وتشرف على تدبيرها. اذا بنفس الطريقه منين غيولوا عندنا ملاعب رياضيه كذا،
الطريقه التدبيريه هي هذه، هو انه كيكون عندنا واحد الكيان قانوني اللي هو مخاطب قانوني هو كذا اللي غيتولى تدبيرها وتسييرها. المساله اللي كانت ربما تطرح اشكالات في السابق هي الكارديناج نيتواياج، شكون غيتكلف بهذه شكون غيخلص. دونك في قطاع الرياضه راه حنا ومن تجربتنا السابقه كيف كنقول دائما في القاعه المغطاه، فالوزاره عطاتنا اعتمادات من اجل صفقات ديال الكارديناج وديال النيتواياج، بمعنى هاد الشقين هادو ان شاء الله تعالى غيكونوا محلولين. مده الانجاز هي لن تتجاوز انا ما عنديش تفاصيل الصفقه كامله، ولكن في غضون هذه السنه ماكسيموم غتكون واحد 6 اشهر او 7، لان حنا راه ما كنتكلموش دابا على تيران بالتيران، كنتكلموا على اللو غادي يوجد ليا في لا دات تيل وغادي ريسيبسيونيه بروفيزوارمون وابخي ان نو دوز. دونك ان شاء الله تعالى نعودوا مستبشرين خير، ومادام النيه كامل حاصله وكل الهدايا يريدوا، فاكيد على انها في غضون هذه السنه هذه غادي تكون عندنا ان شاء الله واحد الانطلاقه اللي مشرفه لنا جميعا. شكرا جزيلا لكم. خارج من رجل الطرفه يجي اللي يتفرج في واحد 400 ولا 500 ركاز ديما كتوفي الشغل فيه. حنا اللي نسولوا هضريك عن هاي القاعه ديال المغطات اللي راهي واقفه ومحروره ولا طاري فيها شي كبير، وحنا هي اللي نسولوها عنها هضريكاتيه. واش هاي المغطات يقد حد يعدل لها شيء؟ يقد السيد الرئيس ولا تعدلوا لنا روايه لها تشطن ذا العلم. اما الملاعب ديال القرب وذاك النوع حنا ما كاينه كاع دريك مازال. المهم يقد يخلق ويقد ما يخلق كيف شنقاك. حنا اللي وحنا فيه دريك هي هاي القاعه ديال المغطات، واش في وجهها رمضان ورمضان علينا، والمشكل هذا هو كاع كبير. احنا ما نسولوا عن هذا التيرانات راهم عندنا وعندنا ياسر. غير احنا المشكل اللي عندنا طريق اللي نسولوا عنه هي قاعه ديال المغطات. الله يجازيكم. واش كاين شي حل اللي نعدلوه والله لا يتوقفوا فيه انتم السيد الرئيس؟ والله ما كاين شي من ذا النوع. بعدوا مولي الناس عارفينهم يمشوا للعيون. راه في روسكم راهي غركاتيه اليوم والله لا ماشيين شي فراقي يلعبوا في العيون في قاعه ديال المغطات ديال العيون. هذيك الماتيريال كامل اللي كان في المتيا راهو مو للطرفايه، والله اولاد الطرفايه هما اللي خربوا. حنا مالنا مدافعين حد، ولكن الطرفايه مع اولادها ما عمرهم خربوا شيء ولا هم لا يخربوه. العكس، المتنفس الوحيد عند اولاد الطرفايه ولا شباب الطرفايه هي هيك الرياضه، هي هذيك القاعه. وللاسف الشديد عنهم تسلموها بعد واحد الحاله كارثيه. كنطلبوا من السيد المدير الله يجازيك، هذا راهو شهر فضيل اللي مقبلين عليه، انك توفري لنا ولا تعاوني معنا ونتعاونوا معاكم كاملين ان قاعه على الاقل تعود قدين نوجدوها في شهر رمضان، في هذا شهر رمضان المبارك، لانه راه ما خارج متنفس ما هو كاين ووضعيه كارثه.